هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه ومعايا ماسك خطير بجد، هيعجبكم قوي. ماسك بجد مكوناته كلها طبيعيه موجوده في البيت، وبجد حلو قوي. وبجد بيصفي البشره وبينقيها وبيخلي بشرتك بتلمع كده وشكلها حلو قوي، وانا جربته اكتر من مره وبجد عجبني قوي، وبقيت اعمله على طول. قبل اي مشوار رايحاه او اي حته مفعوله بيجيب من اول مره على طول. معانا هنا بولة او اي طبق، انا ده الطبق اللي بعمل فيه الماسك بتاعي. معانا هنا شاي اخضر، بس انا الشاي الاخضر اللي عندي سايب. لو عندك باكيتات ممكن تفتحي باكيت وتفضيه. انا عملت هنا معلقه شاي اخضر، معلقه بس بالظبط، ومعايا معلقه لبن نيدو او لبن بودره، اي لبن يعني. انا بوريكم ان لبن النيدو هو بتاع الاطفال وما فيهوش اي حاجه مضره خالص. ومعانا معلقه نشا، وطبعا كلنا عارفين النشا لوحدها اصلا مع الماسكات، لازم اي ماسك يبقى فيه نشا، لان النشا حلوه جدا جدا للبشره بجد. هنجيب معلقة ونقلب المكونات دي كلها مع بعض الأول قبل ما نحط أي سائل عليهم. طبعا أي ماسك بتبقي تحطي سائل عليه، تحطي لبن، تحطي مية ورد، تحطي مية من الحنفية، تحطي أي حاجة. بس أنا هنا هحط لبن عشان يبقى المفعول أكتر وأسرع. كده كنت قلبت كل المكونات الناشفة مع بعض. وهنا كان معايا معلقة لبن من نفس المعلقة اللي عيرت بيها كل المكونات هحطها، وبعد كده اقلب. ولو عوزت لبن تاني احط براحتي، عشان ما احطش لبن كتير ويطلع سايب، عشان انا عايزاه بقوام معين. انا عايزاه تقيل شوية، مش عايزاه خفيف خالص. عايزاه قوامه يبقى لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، قوامه متوسط، وده المفروض القوام بتاع اي ماسك بنعمله. هفضل اقلب فيه واجيب الجناب واقلب كويس قوي علشان اخلط اللبن البودرة والنشا والشاي واللبن وكل الحاجات دي مع بعض كلهم. ممكن لو ما عندكيش لبن ممكن تحطي اي حاجه من اللي انا قلتها في الاول، ميه ورد، ميه عاديه، اي حاجه. هفضل اقلب 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 لحد ما القوام اللي انتوا شفتوه ده بالظبط. انا هنا ما كنتش محتاجه لبن تاني خالص، لان بصراحه القوام ده اللي انا كنت عايزاه، وكانت كفايه قوي معلقه. يبقى بالظبط ده القوام اللي انا عايزاه. يبقى 3 معالق من كل حاجه، معلقه نشا، معلقه لبن بودر، معلقه شاي اخضر، ومعلقه لبن. وهنا جبت الفرشه اللي هعمل بيها ونزلت اللي كان في المعلقه عشان كان فيها شاي اخضر وحاجات، فنزلتها. وهجيب فرشه واقلب كده. وبعد كده هبدأ اعمل. انا هجربه لكم الاول على ايدي، ويا ريت اي ماسك تعملوه تجربوه على ايديكم الاول، لان لو في اي حاجة تظهر على ايدك قبل ما تظهر على وشك، يعني لو في حاجة مضرة او بيفقفق او بشرتك حساسة جدا لدرجة انك انت ما تستحملوش، تجربيه على ايدك الاول. انا هنا كنت مجرباه بس قلت اجربه على ايدي واوريهولكوا بالظبط. انا هنا سبته من 10 او 15 دقيقة ل20 دقيقة بالظبط، لحد ما نشف وبقى بالطريقة دي وشقق. لو حركت ايدي كده او كده هتلاقيه بيشقق اكتر. هقعد بحركة دائرية وافركه دائرية بنفس الطريقة دي. انا وريتكم الاول بصباعي عشان تشوفوا، وبعد كده هدعك بايدي كلها، مش بصباع واحد، بصوابعي كلها. هقعد افرك 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 لحد ما انزلهم كلهم. وبعد كده تغسلي وشك بميه دافيه، وبعد كده بميه ساقعه عشان تقفلي المسام. انا هنا ما كنتش غسلت ايدي، وكانت الحته دي ناعمه عن الحته دي، وكانت فاتحه شويه عن الحته دي. فبصراحه الماسك حلو جدا جدا جدا، لازم تجربوه. ولو عجبكم طبعا ما تنسوش اللايك والكومنت والشير. ولو عايزين اي طريقه لاي ماسك، اي حاجه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ولو عاوزتوا اي حاجه عايزين نجربها برضو اكتبولي. بس كده، ده كانت وصفتنا النهارده. بس باي.